العاصمه. قالوا زمان ان في مقاطعه في بورسعيد، مقاطعه للسمك. ظنينا كلنا ان في مقاطعه، وقالوا الاسعار نزلت، وقالوا ان السمك رخص جدا جدا. قلنا بقى نروح بنفسنا عشان نجيب سمك ونشوف المقاطعه دي. جينا هنا في بورسعيد الحره، المدينه الباسله، لا لقينا لا مقاطعه ولا لقينا السمك رخص، ومفيش اصلا سمك ولا جمبري. ايه القصه وايه الحكايه وايه الروايه؟ تعالوا معايا نسمع الحاج سيد صبح من اعيان ومن كبار تجار السمك في بورسعيد. ابقوا معنا وقمه العاصمه. ماشي؟ قول لي يا حاج سيد، بالنسبه للمقاطعه عندكم، قالوا بورسعيد مقاطعه، مقاطعه للسمك، بلد السمك بتعمل مقاطعه. مفيش مقاطعه، المقاطعه ما عملتش حاجه. امال ايه بقى؟ هي الاسعار. ازاي طيب؟ مشكله. ازاي طيب؟ هقول لك الايراد اصلا اللي بيطلع من البحر قليل. اللي بيطلع من اول واحده. والحاجه الثانيه الصياد ده بياخد جاز، بياخد زواده، وبياخد حاجات من دي ثانيه. هو معذور برضه، عاوز يجيب مع سمك قليل، عاوز يجيب اعلى سعر. صحيح. عشان يغطي مصاريفه. صحيح. وساعات على الغلو اللي احنا فيه ده كمان هو ما بيغطيش مصاريفه. يعني انت بالنسبه للصياد. كان بالنسبه للصياد تمام. بالنسبه لصياد المزارع، لا قبل ما نمسك المزارع الاول، بقى هو كده كده بيصدروه ولا بتاع المزارع بيصدروه؟ لا بتاع المزارع بيصدر. طب كويس. بتاع المزارع بيصدر، بيروح البحرين والامارات والسعوديه، البلاد العربيه دي. تمام. الكوري والكبار والشمال الابيض ده بيصدر. تمام. وهو برضه خد بالك بتاع المزارع برضه معذور برضه في حاجات. ليه بقى؟ ان الاكل بتاعه بتاع السمك ده غالي. اكل غالي؟ امال ايه؟ خد بالك؟ اكل غالي. العلف غالي. والمصاريف غاليه. يعني انت عايز تقول لي لو عاوز تعمل مقاطعه، ابدا، عاوز ترخص السمك ابدا من فوق. بس كده. رخص الجاز. رخص الجاز، اعمل دعم. عامل بالنسبه للمزارع امنع التصدير. التصدير يبيع للسوق المحلي. لكن المقاطعه هنا وهميه. لا وهميه. اللي بيقول لك الاسعار نزلت وابو 150 بقى ب 60 والكلام ده كله، يبقى سمك بايت عندهم بقى له يومين ثلاثه لبسوه المقاطعه، فعاوز يجمده وخلاص، يجمده نص ثمنه خلاص. لكن الجديد بقى ما بيعرفش. لا الجديد لا، الجديد هيبيعوا كده ازاي؟ مش هيشتغل بقى اصلا، هيجمد ده ومش هيشتغل. هيجمده ومش هيشتغل. مش هيجيب تاني، يقول لك انا لو جبت هيحصل فيها كذا مش هجيب. يعني البيع زي ما هو شغال. لا اللي عاوز. يعني اللي كان مثلا بيجيب له 100 كيلو سمك، السماك اللي كان بيجيب له 100 كيلو سمك يجيب له 20 على قد المطلوب منه. بس بالسعر الغالي. وبيبيعهم برضه. بيبيعهم بالسعر الغالي. لازم تاخد برضه. لازم تاخد. صحيح. والله. اللي هو الاستاذ احمد موسى والحاجات دي كلها مش مظبوطه. ليه بقى؟ ما هو بيقول لك الاسعار نزلت واهل بورسعيد نزلوا الاسعار، ما فيش كلام من ده كله عايز يعمل زي كده. يعني احنا مثلا عندنا مثلا في سمول حسناء ابريل مركز المحله الكبرى، قالوا يلا نعمل مقاطعه للسمك زي بورسعيد. طب هم ما يعرفوش اللي فيها. لا ما فيش. يعني الراجل هيشتري غالي، ما هو الراجل هيشتري رخيص هيبيع رخيص، هيشتري غالي هيبيع غالي. هي ما معروفه صح؟ هي الغلا له اسباب. صحيح. احنا بنتكلم دلوقتي على ان البياع هو جشع. ما فيش جشع هو على ان البياع جايب ب 100 جنيه وبيبيع ب 200 جنيه. ما فيش كلام من ده. ما فيش جشع. السماك البياع ده جايب ب 180 عاوز يبيعه ب 200. لو باعهم ب 200 هيفضل عنده 5 6 كيلو مش عارف يبيعهم، هيبيعهم ب 200 اكلوا ال 20 جنيه كمان. صحيح. كلهم غلابه. كل البياعين غلابه. كلهم غلابه. كلهم غلابه. مفيش حد يعني طالع وجشع. لا بالذات السمك. لا هو بيبقى كل السعر موحد. كله شايل من على الحلقات كده بالسعر اللي عندكم هنا بورسعيد مثلا كل حاجه موحده وكله معروف. كله معروف. كله معروف. الكل كان ب 300 جنيه بتاع الفسيخ اللي هو لسه هيتملح. عشان يتباع ب 400 و 450 جنيه فسيخ. يا نهار ابيض. في الموسم اللي فات ده. الموسم اللي فات ده. يا نهار ابيض. يعني الناس فاهمه المقاطعه غلط. لا غلط. او الناس يعني بتعلنوا على الفضائيات والكلام ده كله بطريقه غلط، انها مش حقيقي الكلام اللي بيتقال ده. على اساس انه يقول لك السمك نزل في بورسعيد يلا. هو المشكله مش السمك، هو المشكله في التاجر، المشكله في الكبير. صح. اللي بيبيع. صحيح. لازم ربطه وظبطه وكده. الكبير برضه له برضه عذره. لا الكبير برضه له عذره. هو امكانياته ما عندوش دعم. لا ما عندوش دعم للجهاز، ما عندوش دعم. لا يعني انا عايز اقول ربنا يكرمك، واحنا معاك النهارده اهو في بورسعيد. شرف بيك وانت حد جميل. شرف بيك. وزملكاوي جميل من الاخر. طبعا. ما شاء الله. الزمالك. زملكاوي جميل. نرخص الاسعار عشان الزمالك. الله عليك صحيح. شفت ترخص الاسعار عشان الزمالك. انت النهارده عندي الحاج سيد صبح، يعتبر من اكبر التجار ومن اعيان ومن رجال الاعمال ومن كل حاجه في بورسعيد. يعني هو مش تاجر صغير او كده، لا ده هو بسم الله ما شاء الله عليه راجل قديم جدا جدا، ابا عن جدا عن جدا.
و السلام ما شاء الله عارف كل حاجه، كل صغيره وكل كبيره. هو بس بيقول عايز تغلي، الموضوع سهل بسيط. ابدا من فوق ما تبداش من تحت. شكرا لك يا حاج سيد. ربنا يخليك ويبارك فيك، شرفتنا والله. شرفتنا.